السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اخواتي بحبكم في الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا احنا معانا شعر النهاردة متقطع متهالك، كانت فرداه في مكان ما وبصراحة ربنا يعني متهالك جدا جدا، متقطع من النص ومن الاطراف، يعني يكاد الشعر تالف يعني 100%. فان شاء الله النهارده هنعمل له ترميم على بروتين بسيط كده. شايفين لما المادة اتحطت عليه زي ما بوريكم كده ردت الحياة للشعرية نفسها. فنوريكم الخطوات واحدة واحدة مع بعض، لان انا اللي بصور لنفسي فسامحوني بقى. زي ما انتم شايفين الشعراية متهالكة جدا جدا جدا، متقطعة متبهدلة، هشة، عاملة زي يعني نظام القش بالظبط. ده طبعا لسوء استخدام حاجات، الله اعلم. كل واحد يتبع ضميره ويتقي ربنا في شغله، بجد ما فيش حد هيوصل للمرحلة دي ابدا ابدا ابدا. فطبعا حطينا عليه الترميم مع نسبة بروتين بسيطة، وفي نفس الوقت انا طبعا بصور لنفسي، معلش سامحوني. حطيت المادة لان مش هعرف امسك التليفون وانا بحط المادة واصور الجزء ده. فطبعا بنوزع المادة، بنبعد عن الجذور نص سنتي، وبنبدأ نوزع على الشعرية خصلة خصلة، ونعمل عملية مساج او تدليك للشعراية وعليها المادة، وخصلة خصلة لغاية ما بنخلص الشعر. طبعا انا كبست برضك بالمكوى، ودي كانت نتيجة الكبس زي ما انتم شايفين، لان برضك ماسكه المكوى ومش هعرف اكبس قدامكم او اعمل. فبنمسك خصله خصله وبنبدا بعمليه الكبس. شايفين يعني الشعرايه فيها لمعه، فيها قوه، فيها جمال كده ما شاء الله. ده النتيجه بعد الكبس. طبعا هناخد العميله على الحوض ونغسل لها بالشامبو العنايه، شامبو المجموعه اللي هو بتاع العنايه، مش الشامبو الكليفاين، ده شامبو العنايه. تمام. هنغسلها غسيل كويس عشان الناس اللي بيشككوا يقولوا ده انتوا بتجيبوا المكوى وتصوروها وتقولوا دي النتيجة، او الناس اللي بتشكك برضو في الامور. لا، احنا بنغسل الشعر غسل نهائي زي ما انتوا شايفين، وبعد من كده بنحط عليه بلسم، يعني بنغسله بالشامبو ونغسل أرضية الشعرية كويس عشان لو أي بواقي من المادة فيها. وبعد من كده بنغسله بالبلسم أو حمام الكريم، ونبدأ ننشفه بعد كده. طبعا أنا جبت المصداقية إن احنا جبنا خطوة الغسيل علشان يبقى في مصداقية بيني وبينكم. وده شامبو، وبجد حتى وهو مغسول بالشامبو أنا يعني شعرية طرية جدا جدا جدا. طبعا انا كنت بشتغل على الشعريه دي ومتخوفه منها جامد قوي قوي قوي، بس لولا ماده الترميم وعلى البروتين ماده نظيفه، وطبعا ما في حد اشتكى من فرد انا فردته او اي حاجه عملتها، فالحمد لله. يعني شغلنا بيتكلم عننا زي ما بيقولوا. شايفين الشعريه اتغسلت بشامبو ولسه لا حطيت بلسم ولا حمام كريم، وشايفين الشعريه بتجري في الحوض تحت ازاي. يعني انا بهز الشعريه بجد بقت فيها حياه، فيها روح زي ما بيقولوا، بقى فيها قوة ومتانة كده، وتحسوا ان الشعراية استردت صحتها، الشعراية استردت الصحة بتاعتها. طبعا زي ما انتم شايفين انا بوريكم اللمعة، وطبعا انا مجهزة الاستشوار عشان انشفه، وهنشفه بالاستشوار وتشوفوا النتيجة النهائية ان شاء الله. ده هوا بارد، تنشيف لازم هوا بارد عشان منها بنقفل الفروة، وفي نفس الوقت برضك ان الشعراية طالعة من قوة حرارة عالية وده فبنقفل الفروة. وزي ما انتم شايفين جمال الشعراية، انتم شايفينها قبل وشايفينها بعد. طبعا انا بطلب من الكلاين هز راسك، مش قادرة تهز حتى هقول ايه انا مش عارفة يعني. الحركة بتاعت العميلة دي بتبسطني قوي وهي بتهزه كده لنفسها بجد، بس العاملة كانت عاوزة اللي يهزها هي مش عارفة تهز خالص، بتهزلي كتافها مش بتهز شعرها. الشعراية كانت طرية جدا. العميلة او الكلاين كانت مبسوطة جدا جدا، بتقولي تسلم ايدك بجد، انا ما عملتش الشغل ده بالحلاوة دي قبل كده، كانت التانية مكروتاني. فكل واحد يعمل ضميره، احنا بنتقي الله بس مش اكتر. والحمد لله ما في عميلة اشتكت عندي، بالعكس اللي عملت مرة بتعمل مرة واتنين وتلاتة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل وكومنت جميل والاشتراك في القناة لو كنت لسه جديدة عشان تشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله.